رأسك بالسلفية واعتز بهذا الطريق، فإن السلفية هي دين الحق التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يسيروا عليها، فإن السلفية هي دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهي ما سار عليه أصحابه، وهذا لا يكون إلا حقا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فارفع رأسك، أنت سلفي ما دمت على السلفية الحق، ما دمت متمسكا بالكتاب والسنة وتسير على ما سار عليه الصحابة عليهم رضوان الله، وتسير على ما سار عليه سلفك الصالح، فأنت في خير ورفعة ما دمت على هذا الطريق. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، يرضى الله سبحانه وتعالى عنك ما دمت على هذا الطريق. قال الله آمرا عباده بالسير على ما سار عليه السلف: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إن أردت أن يرفعك الله سر على ما ساروا عليه فقد وضعت على الطريق فسر. قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم بمن سار قبلكم. سيروا على ما ساروا عليه، وارفع رأسك وافتخر بأنك على السلفية الحق، يرفعك الله سبحانه وتعالى في الدنيا ويرفعك الله عز وجل في الآخرة.